السلام عليكم متتبعين ومتتبعات ديالي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا يعني بشائر العيد ها هي وصلات. العيد قرب، الله يدخل لنا بالصحه والسلامه وكل سنه وانتم طيبين. قلت نشارك معكم هذه الحلوه الاقتصاديه وسهله بزاف، يعني صراحه اقتصاديه وسهله بزاف بزاف، وكتعجب الكبار قبل الصغار. يعني الا جربتوها تكون معتمده عندكم. المهم يلا نشوفوا المراحل ديالها وكيفاش صايبتها. نتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. المقادير اللي فيها بسيطه بزاف. هنايا نص كاس، عندنا نص كاس ديال سكر ولا سكر كلاصي ولا سكر باودر، نص كاس ديال الزيت المائده، وثلاثه ديال الفرماجات او ثلاثه الجبنه لافاش كيري او اي نوع من المثلث، ماشي مربع، ولكن لافاش كيري كتجي زوينه صراحه. والزبده هنايا كيف ما شفتوا 125 غرام. اللي بغى يضرب المقادير ماشي مشكل، انا دايره هنا نص ربعه، يعني هاد المقادير ديال نص ربعه ممكن نتوما تضبلوا المقادير. والدقيق اللي غادي يخلط ما غنديروش الملحه لحقاش الجبن فيه هاد الجبنه لافاش كيري كيكون فيها شويه الملحه، لا داعي اننا غادي نديروا الملحه. هادشي اللي كاين. نبداو على بركه الله. غادي الزبده تكون تكون هنايا في المطبخ. اكيد غادي نخدموا بيدينا. غادي نخلط الزبده مع السكر حتى تولي ليا بحال شكل كريم. غادي نزيدو البنات، نسيت ما قلت لكم بان كاينه معلقه ممسوحه ديال سميتها هذه خميره الحلوى او بيكين باودر، نسيت ما حطيتهاش، غادي نحطها. كيف ما شفتوا خلطت الزبده مع السكر، زدت الزيت، غادي نزيدو 3 فرماجات، هنا جبت سميتها، جبت الخميره، غادي نضيفو الدقيق، الدقيق اللي غادي يجمع. نبداو هكا في الاول نضيفو معلقه ديال الخميره، غير نجمعوها، ماشي نعجنوها، غير تتجمع، نجمعوها غير بصبعنا. كتجي مرمله، يعني ماشي كتجي يعني
حيد الديه. صافي حيت من الديه الزبده. غادي نزيد شويه شويه ونبقى غير نقلب هكايا. كيف ما قلت لكم ما غاديش نعجنوها، حنا غير كنجمعوها. علاش ما نعجنوهاش؟ باش ما الزبده ما الا دابت لينا الداخل وسخنات صافي ما غاديش تجمع لينا. احسن غير نجمعوها بحال هكايا صافي. غتجربوا دائما كيف ما كنديروا دائما، كنجربوا بيدينا انها هي كتكور وكتجمع. دونك صافي هكا ساليت انايا. نجيب الصينيه اللي غتدخل الفرن ولا الطاوه ولا شنو كتقولوا، يعني كل واحد شنو كيقول لها. حنا في المغرب كنقولوا لاطا، الطاوه، هنا كيقولوا الصينيه او مول. هنايا جبت الصينيه اللي غتدخل الفرن. ما غندهنوهاش حتى شي حاجه. المهم كنديرو هكايا والقياس على قد اللي نتوما باغيين. بحال هكايا نحط هنايا. وما تنساوش راه باقي غادي تنفخ شي شويه. نعاود معكم دقيقه. طريقه سهله بالنسبه اللي مولف كيدير الكعب ولا هذا، راه سهله بالنسبه لنا حنا كمغاربه. وهي الطريقه الناس بحال هكايا سهله. و يعني ممكن ما عجبتكمش هذا الشكل، ممكن ديروها غير طويله بحال هكايا وتحطوها صافي. يعني ماشي مشكل، غير للتزيين فقط او المنظر. بحال هكايا. المهم نعاود معكم وحده ونكمل انايا الباقي ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. نكمل معكم هذه بحال هكايا. حاولوا نتوما كديروها نتوما كتعوجوها بحال هكايا، كتدفعوا بهذا صافي. غنكمل انا باقي الوحدات ونعاود نرجع. البنات هاني صافي ساليتها. المهم تقريبا وصلت للسطر الثالث وانا نشعل الفران. شعلته على يسخن على درجه 180، ما يكونش سخون بزاف. صافي غنخليها طيب، ما غاديش تحمر بزاف، غتولي بيضاء يعني غير طيب شويه ونخرجوها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ها نتوما البنات. المهم انا طفيت الفران، بدات نحيد الفضه ديال الفران باش يبان لكم. كتخرج بحال هكايا. المهم هانتوما هي دابا حيت باقا سخونه ممكن تهرس ليا في يديا. المهم كتكون غير بحال هكايا. بغيت نجيب شي حاجه باش نزلها. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كتجي. ما كتحمرش بزاف ولكن هي راه طايبه. هانتوما من التحت شتي، من التحت ها هي صافي. انا غنخليها حتى تبرد مزيان، عاد نمرمدها في السكر كلاصي او سكر باودر. المهم حتى تبرد ليا مزيان ونعاودو نرجعو ان شاء الله. سكر باودر ولا سكر ثقيل
ولا السكر كلاصي كل واحد شنو كيسميه. كتمرمدوها مزيان فيه بحال هكايا، كتمرمدوها مزيان. بحال هكايا كتحطوها بلاصه فين كتحطوها. المهم انا حيت شاده يد شاده في هذا التليفون، اسمحوا لي غيجيكم شويه بحال في الدوخه. المهم كتمرمدو مزيان في السكر كلاصي، غير ما ديروهاش هي سخونه، يعني نصيحه الا درتوها سخونه راه غادي يذوب لكم السكر وما غاديش يبقى كاع نهائيا يعني يلصق. واخا تقولوا غيبرد وتعاودوها لا، كيبقى دائما كيذوب لان صافي بحال كيسيح يعني. صافي كتحطوه في البلاصه. المهم كتكملوا كاع دوك الحبات اللي عندكم، وما شاء الله راه يعني هذا المقدار هذا راه كيخرج نيت شويه. اللي بغى يذوب المقادير كي قلت لكم يذوب المقادير. هانتوما شتي كنحطوها في شي بواطه شي علبه هكايا. المهم تبارك الله شوف شحال خرجت، يعني ما شاء الله راه كتخرج نيت شويه. هذا المقدار اللي درت ديال 125 غرام ديال الزبده، يعني نص ربعه كتخرج ما شاء الله. وباقي هنا مازال هانتوما باقي ما كملتش، يعني باقي لي شي حبات هنايا هامايا، يعني ما شاء الله كتخرج يعني شويه. هذا مكان. المهم نتمنى ان تعجبكم هاد الفكره ديال هاد الحلوه ديال الفرماجه، كتجي ساهله وكتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار. انا كنحماق عليها بعدا، كتحمقني من هذوك الحلوات اللي هي كيعجبوني بزاف. نتمنى ان هذه الفكره تعجبكم وتجربوها. وهذا الشيء اللي كاين دائما كنقولها لكم. شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.